قبيل موعد مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ضد منتخب ليزوتو، يتساءل كثيرين عن مدى قدرة المحاربين في الوصول إلى قمة الجاهزية البدنية، خاصة وأن ما بعد مباراة ليزوتو سيكون الحضور على موعد مع التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. محاربو المدرب الجديد ميلوفان رايفاتش يسعون بجهد كبير للوصول إلى قمة الجاهزية البدنية مع نواديهم في مختلف الأندية الأوروبية، تزامنا مع انطلاق التحضيرات. وما بين هذه التحضيرات والترقب والاستقرار حالة من الانتقالات طالت عددا من محترفي المنتخب. فماندي صخرة الدفاع غادر رامس الفرنسي نحو ريال بيتيس الإسباني في تجربة جديدة قد تعطي الإضافة لخريج مدرسة رامس. أما المدافع الآخر وإن كان جديدا على المنتخب فالأكيد أن تجربة رامي بن سبعيني وهو المقصود مع نادي رين الفرنسي ستكون نوعية لخريج مدرسة بارادو. كيف لا والانتقال من مونبولييه بفرنسا إلى رين من شأنه أن يساعد بن سبعيني في ظهور مشرف مع المنتخب في الاستحقاقات القادمة. نفس السيناريو سيكون من صالح هشام بالقروي والذي قرر الولوج إلى اليونان نحو قلعة آيك أثينا في تجربة جديدة من محطة ناسيونال ماديرا البرتغالي. جاهزية لاعبي المنتخب الوطني بين الاستقرار في النادي أو الانتقال نحو وجهة أخرى للتطور وتقديم الأفضل أمر إيجابي حسب الكثيرين، كما قد تفتح هذه الخطوة العديد من علامات الاستفهام مستقبلا. لكن المطلوب ممن حملوا على عاتقهم لواء الكرة الجزائرية أن يكونوا في موعد ليزوتو وأن يواصلوا المسير لبلوغ عتبة موسكو والتواجد في المونديال للمرة الثالثة على التوالي.